مشاهدينا الكرام، ونتابع مع حضراتكم من خلال هذه الفقرة من برنامجنا نوافذ استقبال السيد الوزير عزازي علي عزازي محافظ الشرقية للوفد السوري القادم لمكتب رئيس جامعة الزقازيق. وقد دار هذا الحوار مشاهدينا الكرام بين السيد المحافظ وبين أعضاء الوفد السوري في جامعة الزقازيق، وتداول كبير جدا من طلاب جامعة الزقازيق لتأييد الشعب السوري في كفاحه ونضاله. ونتابع مع حضراتكم من مشاهدينا الكرام لمحات سريعة من هذا اللقاء. اخواننا المصريين ما تركوا ثورتنا منذ بدايتها والى الان، بدءا من اصغر مواطن وانتهاء باكبر مواطن ومسؤول في هذا البلد. نحن نشكر مصر شعبا وحكومة على هذه الاستضافة. حقيقة وجدنا مساحة كبيرة جدا للتعبير عن ثورتنا وعن اهداف ثورتنا، ووجدنا استجابة من كافة المسؤولين لهذا الشيء. نشكركم. نعول بعد الله على اخواننا المصريين في دعم اهلنا الذين يذبحون بدم بارد ولا اموال لهم الا الله. 10 اشهر سنة كاملة بعد 15 يوم يتم على الثورة، ليس مجال لاي سائر ان يعمل. قطعت اسباب الرزق، لا عمل، تحرق الحقول، تقصف البيوت بالمدمرات، بالطائرات، بالدبابات المدفعية. الشعب يحتاج الى معونة عاجلة لانه تحت خط الفقر. نسألكم النصرة الحقيقية، لأننا وأخوتنا المصريين لا نستطيع أن نقول إلا شعب واحد ليس شعبين. مصر يعني دورها التاريخي في منطقتها وفي أمتها يستوجب عليها تقديم كافة أشكال الدعم لخيارات الشعب العربي من الخليج إلى المحيط. سوريا بالنسبة لنا ليست مجرد قطر شقيق كما تعلمون ويعلم المشاهدين في كل مكان. سوريا بالنسبة إلى مصر هي الضلع الثاني الذي لا تكتمل بنية الجسد العربي والإسلامي إلا بالتقاء هذين الضلعين في إطار يعني نعلم تماما أنه زرع إسرائيل هذا الكيان الصهيوني الاستيطاني في هذه المنطقة كان مقصودا به أول ما يعني استهدافاته هو تمزيق هذين الضلعين والتفرقة بينهما وزرع شوكة في النصف. التقاء هذين الضلعين بيعني التقاء الأمة، افتراق هذين الضلعين بيعني نجاح المشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة. خيارات الشعب السوري هي خيارات الشعب في مصر، أمة عربية وإسلامية واحدة، هوية يعني متينة واحدة تدافع عن كيانها وعن استقلال إرادتها وتدافع عن خيارات شعبها الاجتماعية في العدل الاجتماعي وفي الحرية. ودي خيارات كل الثوار والأحرار في العالم. المؤكد أننا يعني شعبيا وسياسيا وتنفيذيا يعني داعمين لخيارات الشعب السوري في أي وقت من قبل ومن بعد والآن. كل التحية لكم ولشعبنا العظيم.